أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلق الله أجمعين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من العذاب من لجأ إلى حزنكم. يا ليتنا نحظى بشفاعتكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدايت تقابلها بصبر أبيها. عجبا لها بالأمس أنت تصونها يا أبا عبد الله. واليوم آل أمية يسوقها زجر بضرب متونها، والشيمر يحدوها بسب أبيها. وانساب زحفني أنا يا خويا الجيش، وانساب وما ظل شرف عند القوم، وانساب سلبونا وابونا انشتم، وانساب وشبت بالخيم نرايان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا
وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله المصطفى الأمين، وصدق أهل بيته أجمعين، ونحن وإياكم إن شاء الله على ذلك من الشاهدين. بداية نعزي إمامنا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بهذا المصاب وبهذا العزاء، مصاب الجلل. فباسم المؤمنين الحاضرين نرفع إلى مقامه المبارك حرايات التعازي باسمكم وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في هذه الآية المباركة وآيات ورد ذكر اسم النبي زكريا عليه السلام الذي طالما دعا ربه بأن يرزقه الذرية، فالله عز وجل مباشرة بعد طول المدة والسنين المتطاولة، كما تعلمون أن الروايات والمفسرون ذكروا أن نبي الله زكريا وصل به العمر إلى 120 عاما، وزوجته 98 عاما. والآيات الأخرى في السور الأخرى يقول يعني زكريا يوصف حاله، يقول: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يعني العظم اللي هو أقوى شيء بجسم الإنسان، زكريا يقول له: إلهي تشوف حالي قدامك، إنه حتى هذه عظامي صارت عظام يعني خاوية تعبانة، وهن ضعف، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يعني الإنسان واحد بعض الأحيان إنسان يختلط عنده الشيب أو يكون الشيب أكثر من السواد، لكن الإنسان قد يصل إلى مرحلة لما يكون طاعن في السن وكبير في العمر، هنا لما تشوفه من بعيد مقبل عليك أو أنت تشوف هذا الشخص، تشوفه عبارة عن رأسه كأنما يحمل شعلة بيضاء. فالقرآن يستخدم هذه المفردات للبلاغة في التوصيف، يقول: اشتعل الرأس شيبة. لكن عموما الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة لما نادى زكريا ربه وبشرته الملائكة، والله عز وجل يقول: يحيى، وهبنا له يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يعني هذا الاسم كان ما موجود سابقا. ما هي المؤهلات أو ما هي المقدمات أو ما هي المواهب التي قدمها زكريا لأجل أن يستحق هذا العطاء من رب العالمين؟ يعني زكريا بهذا العمر وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وأكثر من مرة طلب الذرية، لكن بعد ذلك الله عز وجل يبين هذه الأسرار أو بماذا استحق زكريا أن يكون هنالك له ذرية. في آية أخرى يقول: ووهبنا له ذرية طيبة. القرآن الكريم يشرح لنا هذه المواصفات اللي يجب أن تتوفر في كل عائلة وفي كل أسرة. فيقول: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أيما عمل يكون فيه عمل أمر بالمعروف، يكون فيه عمل خير، مساعدة الآخرين، الإحسان إليهم، التصدق، مساعدة المحتاج، الضعيف، إصلاح ذات البين، كل أعمال الخير والبر كان زكريا وعياله وعائلته وزوجه كان هاي صفتهم، يسارعون في الخيرات. هاي أولا. ثانيا يقول: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. يعني كثيري الدعاء لله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا. الرغبة في الثواب، ورهبا الرهبة من العقاب. فكانوا في كل حالاتهم، وهذه طبعا مواصفات المؤمن إذا كان يريد أن يرجو الله عز وجل. الإمام الصادق يقول: المؤمن لا بد أن يكون بين نورين، بين نور الخوف وبين نور الرجاء. الخوف من الله وهو الرهبة، والرجاء من الله
وهو رجاء الرحمة والثواب. فكانت هذه مواصفات زكريا وعائلته، أنه كانوا يدعون ربهم دائما في السراء وفي الضراء، رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه. كذلك الصفة الأخرى التي استحقوا بها استجابة الدعاء بعد هذا العمر الطويل، يقول كانوا لنا خاشعين، يعني هذه كناية عن صفة العبادة، يعني كانوا كثيري العبادة وكانوا ملتزمين بعبادتهم، لا يتركونها ولا يسوفونها ولا يتماهلون في تأديتها، محافظين عليها بالشكل المطلوب وبالشكل الصحيح. فلذلك استحقوا هذا العطاء من رب العالمين، حتى أن زكريا يتعجب يعني يقول ولقد بلغت من الكبر عتيا وهذه امرأتي عاقر. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يعني هذا شيء بسيط على الله سبحانه وتعالى، لكن التعجب مو من باب يعني عدم الثقة، وإنما يقول له إلهي أنا بهذا العمر وزوجتي عقيم. في القرآن الكريم يقول وأصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى، ويحيى ليس إنسانا اعتياديا وإنما هو نبي من الأنبياء، وزوجته كانت عاقر. القرآن الكريم يقول وأصلحنا له زوجه، إنما أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك الله تبارك وتعالى استجاب لزكريا هذا الدعاء وهذا الطلب، حققه له بهذه المواصفات التي ذكرها في هذه الآية تحديدا. الآيات الأخرى والسور الأخرى ما ذكرت أنه لماذا وهب الله عز وجل يحيى لزكريا، لكن لهذه المواصفات أنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، يعني كثرة العبادة وشدة العبادة ونوعية العبادة. هذه المواصفات القرآن الكريم لطالما يؤكد عليها يجب توافرها في العائلة أو في الأسرة الإلهية، الأسرة الصحيحة، الأسرة العقائدية التي يجب أن تكون مبنية على هذه الأسس. القرآن الكريم لما يذكر اقتران الرجل بالمرأة، الذكر بالأنثى، والنسل وتكاثر النسل وتمشية الحياة وخلود الذكر والتناسل الطبيعي، الله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نريد نذكر الإنسان بالأصل الخامس من أصول الدين، المعاد، أنه أنتم راح ترجعون في يوم من الأيام إلى الحياة الحقيقية، وأنتم هنا في حياة مؤقتة، في محطة انتظار مؤقتة. فالقرآن الكريم يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر وأنثى، الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة أبونا آدم، وخلق منها زوجها، نفس الواحدة خلق منها زوجها حواء، وخلق منها رجالا كثيرا ونساء. فالله عز وجل يذكر الإنسان بهذه القضية، هذه قضية الخلقة والتكاثر والتناسل. فهنا الله عز وجل يقول لهم اتقوا ربكم. في آية أخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هاي أنت منين وأنا منين، من الشعب الفلاني، من الدولة الفلانية، من العشيرة الفلانية، القبيلة الفلانية، القومية الفلانية إلى آخره من المسميات. يقول ترى فقط للتعارف. هاي لام باللغة العربية يسمونها لام التعليل، للتعارف، يعني للعلة السبب، لتعارفوا مو لتتفاخروا، لأن هاي كانت الحالة الموجودة في الجاهلية سابقا، قضية التفاخر موجودة. القرآن أيضا نزل سورة قل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، انشغلتوا بهاي الموضوعات اللي هي مو ذات أهمية. فالقرآن يقول لتعارفوا، بعدين ينطينا المعيار الأساسي إن أكرمكم عند الله التقوى. بالتقوى هو الإنسان يكون قريبا من الله، ولا ما له علاقة فلان منين وفلان منين. الإمام زين العابدين يوم من الأيام كان يطوف حول الكعبة في جوف الليل، وإلى أن زين العابدين بعد هو خير العباد وسيد الساجدين،
فهنا يخشى عليه من شدة العباد والخشوع والتضرع والانقطاع إلى الله عز وجل، فيقع مغميا عليه. احنا نقول مغميا عليه، لكن هي حالة انقطاع لله عز وجل. فيجي واحد يروي الرواية طاووس اليماني يقول لقيت الإمام هالشكل حاله ملقا على الأرض في حالة من الإغماء كأنما، فأخذت رأس الإمام زين العابدين جعلته في حجري، صرت أبكي، قلت هذا هو خير العباد، هذا سيد الساجدين ويفعل بنفسه هذا الفعل، إحنا شو نسوي؟ فيقول صرت أبكي على حالي، على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، على شدة الخشوع والتعلق بالله تبارك وتعالى. الإمام كان يناجي يقول له إلهي الملوك غلقت أبوابها وأبوابك مفتحة للسائلين. فبهذه الكلمات كان يناجي ربه. فبعدين فتح الإمام عينيه قال من الذي شغلني عن عبادة ربي؟ قال سيدي أنا خادمك طاووس اليماني. فمولاي يقول له أنت جدك رسول الله، أبوك علي بن أبي طالب، أمك فاطمة الزهراء، وتصنع بنفسك هذا الصنيع، إحنا شو نسوي؟ إحنا العصاة المذنبين، إذا أنت خير العباد وتفعل هكذا إحنا شو نسوي زين؟ قال له يا طاووس دع عنك حديث أبي وجدي وأمي، أما سمعت قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هناك الأنساب بعد تقطع. الأعمال رسول الله يقول ائتوني بأعمالكم، لا تجيني تقول لي أنا جايك من طرف فلان. أكو بعدين تصير هاي الشفاعة وما شابه ذلك حين يحتاج الإنسان إلى الشيء القليل، عنده أعمال حسنة وعنده أعمال خيرة وعنده أعمال معروفة، وممكن أنه بالشفاعة أنه يعبر. شلون ما هسه الامتحانات وينطون فد 5 درجات إضافية لهذا مثلا الشخص المكمل بالامتحانات حتى يساعدونه يعرفون مستواه أنه هذا يستحق، لكن لربما شوية الظروف ما ساعدته فينطونه، هاي اللي يسمونها القرار. فتجي الشفاعة في مثل هكذا مواطن، ولا شفاعة مو يعني للعاصين والمعاندين والذين يحاربون الله بالمعاصي ونرتجي الشفاعة، نبكي على الحسين وإحنا كل شيء ما مقدمين، لا صوم ولا صلاة ولا عبادة، ونشتغل بالمحرمات وبالرشوة وبالربا وغيرها، ونريد الشفاعة مجرد أنه نبكي ونطبخ ونقيم الشعائر. لا، هذا مو منطق، هذا كذب بحق المنبر. فلذلك الإمام زين العابدين يقول له أما سمعت قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول له يا طاووس إن الله تبارك وتعالى خلق الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وأساء ولو كان سيدا قرشيا. الله عز وجل مقتضى العدالة الإلهية أن يحاسب الناس على أعمالهم، ما له علاقة بالأنساب. فعموما محل الشاهد الموضوع الأصلي هو قضية بناء الأسرة والعائلة وهذا الارتباط. الله تبارك وتعالى يقول ومن آياته، الآيات يعني العلامة اللي تدل على عظمة الله وقدرة الله وخلق الله ولطفه بعباده، يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هاي يسمونها بعلم الاجتماع القيم الأساسية الثلاثة. السكن مو السكن البيتي، السكن لا، السكن الاطمئنان، الاستقرار. القرآن عنده في التعابير جدا عظيمة وكله عظيم. يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني الإنسان يحتاج الملابس ليش؟ يحتاجها لستر البدن ولحماية البدن ولجمال البدن، هاي 3 أمور. فكذلك قضية الزواج وقضية الستر بهذا المعنى تكون. فالإنسان يحتاج أن يتجمل ببني جنسه الآخر حينما يرتبط الذكر بالأنثى، ويحتاج أن يحمي نفسه من المغريات ومن السقوط بهاوية الذنوب والمعاصي والفاحشة والعياذ بالله. وكذلك يحتاج التجمل والحماية والزينة.
فلذلك يسميه القرآن الكريم المتزوج المحصن، والمتزوجة يسميها محصنة. وكذلك يكون عقابهما أشد فيما لو وقع منهما خيانة، يكون عقابهم أشد في الشريعة الإسلامية، خلافا لمثلا اللي غير محصن هم يعاقب، مو ما يعاقب لكن عقابه يكون أقل. فعموما فهذه علامات ارتباط أو مواصفات ارتباط الرجل بالمرأة مو أيا كان، لا وإنما مواصفات حث عليه الإسلام وأكد عليه الإسلام مرارا وتكرارا في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة. رسول الله يقول: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. احنا نكون ما واحد يعني بنته شلون ما كان أي واحد يطرق الباب، والله هذا فلان يعني مثلا عنده خوش وظيفة أو عنده كذا فد منصب معين أو عنده فد أموال مثلا غني ثري، وهاي خلاص بعد احنا فرحنا بهاي القسمة. لا، يقول: من جاءكم ترضون دينه وخلقه. دينه علاقته ويا الله شلونها؟ شنو الفائدة؟ غني وهو جلكم الله شارب للخمر، غني وهو يفعل ما يفعل وما يحترم حرمة هذا البيت ويخلص مثلا كل وقته مثلا في الملذات المحرمة في الخارج. شنو الفائدة؟ فلذلك هذا ما راح يكرمها، ما راح يحترمها، ما راح يوقرها، ما راح يجعل لها قدسية ويقول هذه هي اللي يعني راح تكون أم البيت وأم العيال وكذا وكذا. لا، هذا راح يكون متحلل، وبالتالي هذا التحلل ينعكس على الجو الأسري والعائلي. فيقول: من ترضون دينه، علاقته ويا الله شلونها؟ وخلقه، علاقته ويا الآخرين شلونها؟ ويا أبوه ويا أمه ويا أصدقائه بالعمل، أبناء عمومته بالمنطقة. فلذلك واحد يسأل أكثر من مرة وأكثر من مصدر إلى أن يقع على الحقيقة. مثل ما واحد هسه اليوم إذا يريد يشتري له سيارة ايش قد يبقى يدور 3 أشهر أسابيع أشهر ما ندري ايش قد، ويسأل المختصين وياخذ له الخبرة وياه، يطول بهذه العملية. ليش ما أي كذلك أكون هم نطول بعملية قضية الزواج والاهتمام بهذا الموضوع حتى تكون فعلا بناء للأسرة بناء صحيح. وإلا احنا اليوم المجتمع منين يتكون؟ الأفراد يصيرون أسر، والأسر يصيرون مجتمع. هو هذا المجتمع. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شلون يحصل التغيير وإحنا عندنا الأساس بمشكلة؟ مثل ما واحد يبني له فد قصر فاره لكن أساسه من الرمال، هذا ايش قد راح يطور؟ فلذلك هاي مواصفات الرجل. مواصفات المرأة أيضا رسول الله يقول: ما استفاد امرؤ فائدة في الإسلام أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها. مو عبوسة، مو نكدية، مو متطلبة، لا، شوية سهلة، شوية تعرف وتقدر حالة الزوج. أمير المؤمنين يقول: والله كلما نظرت إلى الزهراء انجلت عني الهموم والغموم. هاي المرأة اللي يعني تجعل زوجها يترك كل الهموم خارج البيت، لما يدخل يعرف أن هنالك امرأة تستقبله بالوجه البشوش. يقول: تسره إذا نظر إليها، تطيعه. هاي النقطة الأساسية. إذا أمرها طاعة الزوج بعد ما يقدم عليها أي طاعة أبدا إلا طاعة الله تبارك وتعالى. وإلا لو كان مثلا دار الأمر بين أمر أبوها وأمر زوجها، أبوها يقول لها: تعالي اليوم خلينا نشوفك مثلا، زوجها ما موجود، وقال لها: لا ما ترحين. هنا بعد تكون ما تصير مشكلة. الأب يكون عنده ثقافة دينية إسلامية، يعرف أنه المرأة بحكم زوجها بعد ما دام خرجت من بيت أبوها صارت تحت رعاية زوجها شرعا وقانونا، ما دام كان يعني يراعي حقها وكان يراعي شؤونها وكان يعني يقدر قيمة هذه الحالة وهذا الارتباط. بعد هنا خلاص العصمة له وبيده، تطيعه إذا أمرها، تحفظه في نفسها وفي ماله إذا غاب عنها. وهي أيضا قضية أساسية. الزوج يروح يطلع للعمل، يرجع العصر، يجوز منتسب يرجع ورا 10 أيام، ورا 15 يوم، انذار ويبقى شهر مثلا. بعد هنا هي المرأة اللي تدبر بيتها، وهي المرأة التي تحافظ على نفسها أولا من الشبهات ومن الانحرافات، وتعرف شلون تغلق عليها بابها، وشلون أنه ما تقع في مشاكل ومطبات
إلى آخره من الأمور المحرمة والعياذ بالله. وكذلك عيالها، كذلك الحالة الاقتصادية في داخل البيت، تعرف شلون تدير هذا الموضوع. فلذلك هذا البناء الأسري بناء جدا مهم، مو فقط لقضية المأكل والمشرب والملبس ونخلص حياتنا شلون ما كان، نايمين قاعدين ماكلين شاربين، لا، وإنما البناء الإسلامي للأسرة يقول احنا نريد يصير بناء عقائدي، بناء عقائدي، لأنه هذه الأسرة هذه مو أسرة اعتيادية يعني فقط يأكلون ويشربون وينامون ويقعدون، وإنما هذول يمتلكون مشروعا إصلاحيا ضخما جدا، لأنهم لبنة أساسية من لبنات المجتمع، والمجتمع يقف عليهم. هذه الأسرة راح يخرج من عندها الدكتور أو المهندس أو الطيار أو المصلح إلى آخره من الأصناف الإيجابية اللي تنفع لهذا المجتمع. فهذه الأسرة اللي راح تخرج لنا هيك نماذج إيجابية، وأكو أسر راح تخرج نماذج والعياذ بالله سلبية متحللة، منشغلين مثلا والعياذ بالله بالمخدرات وبالمفاسد وبالمحرمات الأخرى. ففرق وشتان ما بين الأمرين. ولذلك القرآن الكريم يحرص على هذا الجانب كثيرا، على المولود إذا ولد شنو الإجراءات اللي تقدمها هذه العائلة، إجراء السنن التي أقامها رسول الله، الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى وإلى آخر المستحبات الأخرى. وهكذا إلى التربية، يقول لاعبه وهو ابن 7 سنوات، وأدبه وهو ابن 7، وصاحبه وهو ابن 7. يعني هاي الفترة، فترة الطفولة إلى الصبا إلى الفتوة 21 سنة، هاي كل 7 سنوات إلها برنامج تربوي معين. 7 سنوات الأولى يقول هذا طفل يريد يلعب، يريد أشياء مثلا يتعلم عليها، مثلا تجيب له فد ألعاب يكسر الألعاب، طبيعي جدا ماكو مشكلة، لأن هو بعد مل من عندها، احنا نقول مل، بس هو لا، يتعرف عليها، يريد بعد لعبة أخرى، لأن عنده حب الفضول بفطرته، عنده حب الاستطلاع، يريد بعد أشياء أخرى يكتشفها، إلى أن يوصل إلى المرحلة الخطيرة الأساسية اللي هي خلينا نقول التلقين أو التأديب النظري. تأديب، مرحلة التأديب يعني من 8 سنوات إلى 14 سنة، السبعة الثانية، هم كذلك مرحلة مهمة جدا طبعا، اللي هي مرحلة التأديب. التأديب طبعا مو بفهمنا يعني هذا المعروف السائد أنه التأديب الضرب والتوبيخ، لا، التأديب اللي هو أنه تنطي مفاهيم، تنطي معارف، تنطي معلومات، تعلمه يعني شنو الله عز وجل، شنو رسول الله، شنو أصول الدين، شنو فروع الدين، مثلا تحاكيه بحسب مستواه وحسب فهمه وحسب عمره. هنا تنطي هاي معارف نظرية تحبب له الله، تحبب له الدين، تحبب له الإسلام. هو بفطرته هو ما يحتاج أنه أنت تقنع به مثلا كثيرا، لا، هو الله عز وجل يقول المولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بالفطرة المولود يولد على الفطرة. صلوا على محمد وآل محمد. عليكم السلام. ثاني على محبة محمد وآل محمد. تعجيلا لفرج قائم آل محمد. الثالثة بيرفع الأصوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرسول الله يقول المولود يولد على الفطرة، على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الله عز وجل هو متكفل بهذا الجانب، هو الذي رحم عباده بتوفير هذا الجانب. فالقضية جدا سهلة، المؤونة جدا سهلة، مو صعبة. لما تنطي هاي المعارف وهو في هذه السبعة الثانية، بعد هو راح يتلقاها بكل يسر وسهولة، ما بها فد معاناة. فمرحلة التأديب مو مرحلة الضرب والتوبيخ. نعم أكو شيء من هذا القبيل في حال يعني إذا ظهرت من عنده بوادر التمرد ممكن، لكن بالشيء المعقول، بالشيء المقبول، يعني بالشيء المنطقي، مو لغاية الضرب المبرح مثلا أو لا، وإنما تعقد نفسيته، لا. فهذه الحالة التأديبية في السبعة الثانية، يقول رسول الله
أدبني ربي فأحسن تأديبي. التأديب معناها نقل المعارف، نقل المعلومات، نقل المفاهيم، أنطيها المفاهيم بشكل يستطيع أنه يستوعبه. وصاحبه في السبعة الثالثة، يعني يصير عمره هنا بعد من 15 سنة إلى 21 سنة، هنا بعد تبدي فترة المصاحبة. هاي المعلومات اللي غذينا بيها وهاي القيم والأخلاقيات والسلوكيات، هذا سويه، هذا لا تسويه، هذا عيب، هذا زحمة، هاي الحكاية بعد لا تحكيها، هاي الحركة بعد لا تسويها. هذا النوب من انطينا معلومات نظرية، نيجي النوب على الجانب العملي بالسبعة الثالثة، نصير عمره من 15 إلى 21. هنا تكون بعد تاخذه وياك هذا الابن، تصاحبه، تاخذه إلى المجالس، تاخذه إلى المناسبات، تاخذه إلى الأسواق مثلا، حتى يعرف شنو آداب الطريق، شنو آداب السلام، شنو آداب، وهكذا آداب المجالس. هنا راح يشوف عندك حالة أنه أنت راح يقلدك بيها، لأنه هذا الابن بهذه المرحلة عنده الشخص الأبرز والشخص الأهم في حياته هو أبوه. القدوة المثلى ستكون هو أبوه أمامه، فلذلك راح هو يكون يقلد والده في حركاته، في أفعاله، سلوكياته، أقواله. فاليوم علماء الاجتماع يقولون أكو طريق جدا للتربية جدا سهل، اللي هو يسمونه النمذجة أو التربية بالقدوة. النمذجة يعني نموذج، مأخوذة من النموذج، فلازم تخلي له نموذج. مثل ما ردنا نفتهم الإسلام، شنو هو الإسلام؟ رسول الله قال راح أسوي لكم إسلام مجسد بالخارج، فسوالنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يعني الذي يقول أمير المؤمنين يقول علمني حبيبي رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. ولذلك الجماعة ما تحملوا يعني هذا الحقد والحسد على أمير المؤمنين، لأنه كل مناسبة رسول الله يمدح علي بن أبي طالب، أحقكم علي، أعدلكم علي، علي مع الحق، حق مع علي، كذا، لا يعطينا الراية غدا من كنت مولاه. عشرات الأحاديث. الإسلام كله تجسد في أمير المؤمنين، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. فلذلك هنا لما الوالد يتحرك كأنما هذا الابن يرى أنه جميع القيم تتحرك أمامه. فلذلك العلماء الاجتماع يقولون وعلماء الأخلاق نصائحهم، يقولون الأب اللي مثلا إذا صار وقت صلاة الظهر وكأنما البيت يدخل في حالة جديدة، حالة إنذار، هنا بعد التلفزيون إذا قاعدين على التلفزيون وبرامج مهمة أو مسلسل أو كذا، كون ينسد هذا التلفاز. حتى الأولاد يتأدبون على هذه القضية، يقولون أنه هذا وقت عبادة بعد، مو وقت يعني له واستمتاع واسترخاء واستجمام، لا، هذا بعد وقت عبادة، الكل ينهض إلى أداء العبادة. فالابن راح يتأثر بأبوه بهذه الخطوات وهذه الفعاليات. الأب لما يدخل ويسلم ويلقي تحية الإسلام، فهذا كذلك الابن من راح يجي مثلا من المدرسة هم راح يتعلم هذه الصيغة، فراح كذلك يلقي تحية الإسلام. البنت لما تشوف مثلا أمها يعني تهتم بحجابها وتهتم بصلاتها وتهتم بقراءة القرآن، قطعا راح تتأثر هذه البنت. ولذلك عندنا البنت في الشريعة المقدسة من الواجب على الأبوين أن يعلموها ارتداء الحجاب في السنة السابعة، وهي يكون عليها البنت واجب الحجاب في السنة التاسعة، لكن على الأبوين يعلموها تدريب، تمرين. فهذه كلها يسمونها التربية بالنمذجة أو بالتربية بالقدوة. فلذلك ما يجوز أنه نطلب من الأبناء أن يفعلوا شيئا ونحن لا نفعله. حتى القرآن يذم هاي الظاهرة، يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله يمقت هاي الحالة، يكرهها، ما يريدها، لا تسولفون سوالف أنتم ما مسوينها. يعني هيك نصيحة القرآن لنا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلذلك إذا تطلب من ابنك شيء أن يفعله راح يفعله حتى لو بالإكراه، تجبره على الصلاة وأنا ما أصلي، شنو الفائدة؟ راح يصلي مرغما مكرها، مو محبة بهذه العبادة، مو شوقا إليها، كما يقول رسول الله أرحنا يا بلال. ما راح يصير عنده هذا الشعور وهذا التوق والشوق للعبادة، ما راح يصير عنده، بالعكس، وإنما راح يبغض، ممكن أنه يتمرد، وممكن أنه يصير شيء مثلا لا سامح الله غير ممدوح في المستقبل.
فلا نأمره بشيء ونحن لا نفعله. هذا من الأخطاء الشائعة. فلذلك اليوم قضية الأسرة من الأمور المهمة جدا اللي نحافظ عليها وعلى بنائها، وخصوصا إحنا اليوم أمام هجمات جدا يعني جدا قاسية وجدا مرعبة وجدا خطيرة. اليوم إحنا كمجتمع إسلامي إحنا ما حد عايفنا بحالنا. اليوم الهيمنة الغربية واضحة. اليوم برامجهم إحنا اليوم نقول لهم نحن مكتفين، إذا تردون المفروض إحنا نصدر لكم تعاليم وأخلاقيات وبرامج ومناهج تربوية. المفروض إحنا كمجتمع إسلامي كمسلمين المفروض إحنا نصدر. لا، اليوم إحنا صرنا طائعين وخانعين لا مع شديد الأسف من أجل أن نرضي رغبات الهيمنة العالمية والاستكبار العالمي. لازم ندخل هاي الثقافات الغربية المتحللة. اليوم المجتمع الغربي مبتلي بهذه القضية، قضية التحلل، الخمور، مخدرات، غيرها. فلذلك هم محايرين شلون يعالجون مشاكلهم، فما يعرفون بحالنا إلا أن نكون سوية في مركب واحد وفي مصير واحد. لذلك اليوم هاي الدول الأوروبية مثلا وغيرها، مثلا ألمانيا اللي هي يعني خلينا نسميها رأس الشذوذ والانحراف، اللي هي من عندها صدرة المثلية هاي القضايا الخطيرة ودعم المثلية، وأنه يكون يعني هذا المشروع تجعله مشروعا موسعا في جميع أنحاء العالم. أمريكا اللي فتحت كنائس لعبادة الشيطان بشكل رسمي، سابقا كانت غير معلنة. إسبانيا وكندا وغيرها والدنمارك والسويد والنرويج، يعني كل وحدة جاي اليوم تبدع بقراراتها المنحرفة والعياذ بالله. سابقا كانوا يسمونه مثلا يعني جلكم الله نكاح المحارم، هسه قام يسمونه زواج المحارم. شرعوه بعض الدول الأخرى سمحوا لهم بمشاهدة الأفلام الإباحية بالثانوية وفي الجامعات. هاي ثقافة يعتبرونها. وكذلك مثلا بالحيوانات أجلكم الله وصل الأمر إلى هذا الحد. شخص إنسان الله مكرمه يقول كرمنا بني آدم، يحق له أنه يعني يفعل مع الحيوانات طبيعي جدا، ما حد يحاسبه، ماكو قانون يحاسبه. هذه اليوم القضايا وهاي المفاسد كلها اليوم يجمعها عنوان اللي يسمونه النوع الاجتماعي. هذا النوع الاجتماعي هسه الجماعة يبررون يقولون مو هذا قصدنا، مو الجندر الغربي، لا احنا جندرنا إسلامي. هذا كله وحقك كذب وتزييف الحقيقة. اليوم حتى رصدت مبالغ في الموازنة السابقة، مو هاي الموازنة الثلاثية السابقة، أموال رصدت للتثقيف ولإقامة البرامج والورش في جميع مفاصل الدولة بالوزارات. لكن اليوم لما شافوا أنه أكو يعني ردود فعل اجتماعية وأكو وسائل وأكو ضغط اجتماعي فلذلك اليوم صاروا يبررون، وصار أكو تحجيم لهذا الدور، صار أكو منع، صار أكو حظر على مثل نشر هكذا ثقافات. فالمجتمع هو صاحب كلمة القول الفصل. المفروض اليوم إذا كنا فعلا مقتدين بأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ونقيم هذه المجالس ثمرتها إنما خرجت لطلب الإصلاح. هاي ثمرتها أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ثمرتها إني سمعت جدي رسول الله من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله. هاي حرم الله جاي تنتهك الآن، لكن بعد فترة تجي الانتخابات ونتلقاهم ونفتح لهم البيوت والمضايف وناخذ وياهم الصور وعلي وياك علي. مستحلا لحرم الله ولم يغير عليه بفعل أو بقول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. الإمام الحسين مو يخاطب هذولاك ما حصل من عندهم شيء، حصل من عندهم 70 نفر وأهل بيت الكرام فقط، وإنما المسلمين كانوا في سكرة، كانوا في غفلة. بعدين لما انقتل الحسين يلا بدأت الثورات تطلع، إلا الإمام الحسين استشهد يلا قالوا إحنا ايش سوينا، وين كنا، ليش ما نصرنا الحسين، وخرجت الثورة التوابين وغيرها والمختار وغيرها. ولذلك الإمام الحسين يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه.
وليرغب المؤمن في لقاء الله. بعد احنا شو من عايشين؟ والله إني لا أرى الموت إلا سعادة. احنا علي من نبكي ونختم. بعد الإمام الحسين هو يقول أنا رايدها، والحياة مع الظالمين. يقول إذا تخيرونا بين هذين الأمرين، نعيش ويا الظالمين بمذلة لو نقتل ونحن في عزة، يقول هذا خيارنا المفروض يصير. ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. هذا الشعار اللي نرفعه دائما قولا المفروض ومضمونا. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة بني هاشم والأنصار. الإمام الحسين يقول مشروعي الإصلاحي وبقاء الإسلام متحقق بهذا الزحف الإلهي. من لحق بي يستشهد ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. يقول لهم وأني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. اللي كتبوا لنا وقالوا تعالوا ما اجوا، خذلونا هذولا. فيقول ما احتاجهم، اكو من سيكمل هذه المسيرة. فلذلك الحوراء زينب تقول وسينصب في هذا الطف علما. تقول لليزيد مو ابن زياد، تقول لليزيد، تقول له كد كيدك وسع سعيك. هذه الخطبة العظيمة. فلذلك هذا دورنا اليوم اخواني، هذا دورنا مهم جدا. هذا الدور الحسيني، الإصلاح الحسيني، المسيرة الحسينية، الشعائر الحسينية، هذه قيمتها وهذه أهدافها وهذه هي مبادئها التي يجب أن نحافظ عليها وأن نقدسها أيما تقديس، حتى نكون مراعين لعوائلنا مثل ما كان الحسين عليه السلام يراعي عياله. في ليلة العاشر يخرج الحسين خلف المخيمات ينظف الطريق من الأشواك. يجي شخص نافع بن هلال من أصحابه يقول له ابن رسول الله أزعجني خروجك، يعني نخاف عليك إحنا. ليش خرجت؟ يقول له يا نافع غدا عيالي أطفالي سيفرون من هذه الطرقات، وخاف عليهم أنه رجليهم تصاب بهذه الأشواك، فأنظف لهم الطريق. فإذا قضية كربلاء تخطيط إلهي معروفة. ولادة الحسين رسول الله بكى على الحسين. فكان هكذا الحسين يرعى عياله، حتى أن الرأس الشريف لم يغمض عينيه طوال مسيرة كربلاء، من كربلاء إلى الكوفة، من الكوفة إلى الشام، من الشام إلى كربلاء، من كربلاء إلى المدينة. وكان هذا المدفن بعد زيارة الأربعين. كانت هذه الرحلة كلها الإمام الحسين مفتحا عينيه وكان يرعى عياله. وصارت بعد الحوادث التي كان الحسين منتبه على عياله، وكان يقرأ القرآن بأبي وأمي، وكان يقرأ سورة الكهف وسمعه من سمعه. فلذلك كان هذا الرأس الشريف له قدسية ومقام عظيم عند آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نختم كلامنا وتعزيتنا بمصيبة رقية سلام الله عليها، حتى إن شاء الله خدمة الحسين يكملون هذا المجلس المبارك. فكانت رقية سلام الله عليها طفلة الحسين بعمر 3 سنوات 4 سنوات، حبيبة الحسين عزيزة على قلبه. كانت ترافقه في رحلته، تفرش له سجادة صلاته. فكان الحسين يلاعبها، يستأنس بها. وإذا بهذه الطفلة أحست بفراق الحسين، تسأل عمتها الحوراء زينب: عم زينب، أين والدي الحسين؟ ليش تركنا وراح؟ تقولها: بنية إن أباك في سفر الآخرة طبعا. فلذلك ليلة من الليالي رأت والدها الحسين وقد اشتاقت إليه في منامها، وصارت تعاتبه: أبا ليش تركتنا؟ سفرك كان طويل علينا. أبا بهذه الكلمات كأنه مسح على رأسها وأساها، صبر عليها، لكن بالتالي هي رؤية. وفزت من نومتها باكية مرعوبة فاقدة لوالدها، أحست بالخطر المحدق. بعد جلسوا بقية العيال، صاروا يبكون لبكائها. وصل صوت البكاء إلى مجلس يزيد، إلى قصره. هنا سمع الصراخ والبكاء والعويل. قال: ما الخبر؟ قالوا له: طفلة للحسين رأت أباها في المنام وهي تريده الآن. قال لهم: احملوا لها رأس والدها. يقول هذا الشاعر رحمه الله: فزت تنادي وصوتها يبيد، صم الصخر ويذوب الحديد،
أريد أن أبوي الضيغم الحيد كم دوب يا عم المواعيد جاي أبو شافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا نعميد يا هلا يا العزنب ليلة العيد ليش قطعت بيا يا صنديد ليش قطعت بيا يا صنديد جاءوا لها بالرأس الشريف وضعوه أمامها. الله يساعد قلب هذه الطفلة رقية. باب الحوائج إلى الله والله من الأبواب المجربة باستجابة الدعاء. احتضنت الرأس الشريف، رأت هذه الدماء وهذا التراب على لحيته الشريفة، هذه المحيا الذي غطتها هذه حرارة الشمس والتراب والرمال والدماء، لكن نور الحسين يبقى منبثقا من رأسه المقدس. احتضنت الرأس الشريف، صارت بعد ذلك ما تعاتبه وإنما تسأله فد أسئلة. أبا من الذي قطع وريدك؟ أبا من الذي أيتمني على صغر سني؟ أبا يا أبا. ساعة من البكاء من النحيب، وإذا بهذه الطفلة رقية هدأ بكاؤها، ظنوا أنها نامت، لكن الإمام زين العابدين قال هذا الكلام: عم زينب قومي وجددي العزاء، فإن أختي ماتت على رأس والدي الحسين. عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها.